يلا بينا النهاردة نعمل أحلى وألذ فراخ بروستد مقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، كمان مستوية حلوة قوي، التتبيلة تحفة، القرمشة بتاعتها فظيعة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة بعد ما غسلناها كويس جدا جدا هنبدأ نعمل فتحات فيها بالشكل ده. دول فرختين متقطعين كل فرخة على 8 قطع. هبدأ بقى أعمل محلول النقع بتاعي. مية ساقعة، شرايح ليمون، بعد كده هحط عود قرفة، ورق لورا، حبهان، قرنفل، فلفل اسود حب. لو في اي حاجة مش موجودة من الحاجات دي نقدر نستغنى عنها. بعد كده هحط كوباية سكر، كوباية ملح، شوية خل، وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وهسيب الفراخ فيها لمدة 12 ساعة او من الصبح بالليل، يعني اطول وقت ممكن نقدر نحط فيها الفراخ. اولا دي بتساعد على تسوية الفراخ، بتسحب اي زفارة اي دم فيها، لما بنيجي ناكلها بنلاقي طعمها حلو جدا. وكمان محلول ده مع اي نوع طيور، وفي اي طريقة فراخ بنعملها بنعمل محلول النقع ده. بعد كده لما عدى الوقت المطلوب طلعت بقى قطع الفراخ دي على مصفى، صفيتها كويس جدا، مش هنغسلها تاني خلاص كده، هنشفها بمناديل. يلا بقى نجهز احلى تتبيلة للفراخ المقرمشة. اول حاجة عندي هنا كوباية كبيرة لبن رايب او ازازة لبن رايب، عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، وانزل عليهم بقى بالبهارات الحلوة دي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كاري، كركم، توم باودر، بصل باودر. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وطبعا بهارات فراخ. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وكده التتبيلة جاهزة معايا. انزل بيها بقطع الفراخ واكون مغطسة قطع الفراخ كويس جدا في التتبيلة، وهسيبها بقى لحد ما نيجي نقلي، ممكن ساعتين 3 زي ما تحبوا. كل ما قعدت في التتبيلة كل ما كان سواها يطلع مظبوط وطعمها يطلع حلو جدا. وهنا بعد ما سبتها حوالي 4 ساعات في التتبيلة في التلاجة طلعتها، وهبدأ اجهز الكفر بتاعي. كوبايتين دقيق، معلقتين كبار نشا، ونفس البهارات اللي احنا حطيناها لكن معالق صغيرة. هقلبها مع الدقيق كويس جدا، وجهزت عندي كمان مية ساقعة. هبدأ ان انا اخد قطعة فراخ من التتبيلة على الدقيق، اقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وانفضها كويس من الدقيق، وارجع احطها في المية الساقعة يعني حوالي ثواني كده، 3 ثواني كده، واطلعها واحطها في الدقيق تاني. عايزينها مقرمشة اكتر هنعمل الحركة دي تاني، نحطها في مية ساقعة ونرجع نحطها في الدقيق. هنسويها ازاي بقى؟ على البوتاجاز زيت كتير ويكون سخن. الحلة دي انا مخصصاها لقلي الفراخ المقرمشة دي. هحط زيت فيها، وهنحط قطعتين او 3 يعني ما نزنقش قوي في الحلة. هنسخن الزيت كويس جدا، اول 5 دقايق على النار، بيبقى على نار عالية. بعد كده لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بنهدي النار. بعد كده اخر 5 دقايق تاني بنعلي النار شوية، بتطلع معانا مستوية ومقرمشة. طبعا احنا ما سلقناش الفراخ، محطوطة نية زي ما انتوا شايفين، هتطلع سواها مظبوط بالطريقة اللي بقولكوا عليها. وما ننساش ان محلول النقع اصلا السكر والملح ساعته على تسويتها، فما تقلقوش من حتة التسوية دي خالص. بالشكل ده كده شايفين بقى طالعة مقرمشة وشكلها لذيذ ازاي. وبس كده.